السلام عليكم، معكم يونس من قناة أفكاري بالليل. واليوم غادي نهضروا على واحد الظاهرة اللي كتعرفها كاع النساء الحوامل تقريبا، اللي هي الوحمة. شنو علاقة الوحمة بالوحم أو التحمة اللي كتخرج في الأطفال؟ أولا خصنا نعرفوا شنو هو الوحم. الوحم هو واحد الحالة اللي كتعيشها المرأة الحامل وكيكون عندها رغبة قوية باش تاكل واحد الأكل معين، وفي بعض الأحيان كتكون عندها رغبة باش تاكل شي حوايج اللي ما كتكالش. هاد الحالة كتبدا غالبا في 3 شهور الأولى من الحمل وتقدر تستمر طول الحمل. الوحم كيكون مصحوب بالرغبة القوية في نوع معين من الماكلة، بحال الحلوى، الأطعمة المالحة، المخللات وحتى التراب. هاد الحالة كتسمى بالبيكا. في بعض الحالات المرأة الحامل كتولي ما كتحملش بعض الأطعمة اللي كانت كتعجبها قبل الحمل. الوحم مرتبط بالتغيرات الكبيرة اللي كتوقع في مستوى الهرمونات عند المرأة الحامل. هاد التغيرات كتأثر على حاسة الشم والتذوق وكتخليها تحس بالرغبة في شي ماكلة معينة. بعض العلماء كيعتقدوا أن اللحم هو وسيلة الجسم باش يعوض النقص في بعض الفيتامينات والمعادن. مثلا اللحم على ماتشيشا أو الليمون ممكن يكون مرتبط بالحاجة لفيتامين سي، وممكن يكون عنده حتى جانب نفسي، حيث المرأة الحامل كتربط بعض الأطعمة بالراحة النفسية ولا شي ذكريات زوينة عندها. ولكن علاش كتخرج الوحمة في الطفل؟ الوحمة هي علامة جلدية كيكون عندها شكل متميز على البشرة ديال الطفل. هي في العادة ما كتشكل حتى خطر على صحة الأطفال وما كيكون عندها حتى ضرر. في المجتمعات الشعبية كاين معتقد قديم كيقول أن الوحمة كتخرج في الطفل إلى الأم الحامل ما كتلبيش الرغبة ديالها في شي ماكلة في وقت الحمل. ولكن العلم كيقول حاجة أخرى. الوحمة اللي كتبان في جلد الطفل ما عندهاش علاقة بالوحم، هي نتيجة للتغيرات في التطور الجيني والوراثي. في الوقت اللي كيبدا يكبر الجنين كتوقع غالبا بسبب تغيرات في الأوعية الدموية والخلايا الصبغية. دراسات نشرت في عام 2015 بينت أن الوحمة كتكون مرتبطة بعوامل وراثية أو تغيرات في تطور الجلد وما عندهاش علاقة مباشرة بالوحم أو بالأطعمة اللي تحمت عليها وما كلتهاش. إذا المعتقدات الشعبية اللي كتقول أن اللحم كيتسبب في الوحمة اللي كتخرج في الطفل ما عندهاش أساس علمي. الوحم هو حالة طبيعية كتعيشها كاع النساء الحوامل، ولكن الوحمة اللي كتبان في الطفل كتكون نتيجة عوامل أخرى. ودابا عرفتوا علاش المرأة الحامل كتوحم وشنو الأسباب اللي كيخليو الوحمة تخرج في الوليدات. إلا عندكم شي سؤال آخر ولا موضوع بغيتونا نناقشوه خليوه ليا في التعليقات وأنا غادي نحاول نجاوب عليه. وما تنساوش ديروا لايك والسبسكرايب باش تبقاو معنا في الجديد.